السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد، بس النهارده بقى مش روتين. النهارده بقى هشارك معاكم ان شاء الله مشتريات الاسبوع، وهقول لكم ايه هي الحاجات الاساسيه اللي بجيبها في الاسبوع بتاعي. الصراحه بقى الاسعار يعني كل يوم في الطالع، يعني كل يوم بسعر، كل يوم الحاجه بجيبها بسعر مختلف عن اليوم اللي قبليه. فانا بصراحه بقى خرجت قلت هجيب بقى حاجات تكفيني يعني الى حد ما الاسبوع. يعني جبت الحاجات دي ان شاء الله هتكفيني بنسبه 95% كده لمده اسبوع وكده. الخضار بقى واللحمه والمكرونات والحاجات هشارك معاكم كل حاجه دلوقتي. سوري، هشارك معاكم كل حاجه دلوقتي واقول لكم على الاسعار بالظبط. اول حاجه كده جبتها شكلت كده مكرونات. جبت كيس شعريه على وكمان كيس مكرونه اللي هي مرمريه دي اللي هي بتاعه التحمير، وكمان جبت كيس مكرونه سباكيتي. كل كيس من دول عامل 7 جنيه. تمام، هو مش نص نص، هو 350. وكمان جبت بقى لفة الجلاش ديت اللي هي روتانا دي طبعا معروفة غنية عن التعريف. اللفة دي ب10. وكمان جبت ربع طحينة، الربع ب20. الطحينة طلعت على الاخر يعني بقت الكيلو ب80. جبت كده ربع ب20. وجبت كمان علبة بولاند اللي هي النص ديت دي عاملة 30. وجبت كمان ماكس تيلا دي عشان ساجدة عمالة تقول انا عايزة نوتيلا عايزة نوتيلا. فجبتها لها ديت. بصوا هي حوالي 320 جرام يعني الوزن الصافي بتاعها، دي عاملة 45 جنيه. تمام. وجبت كمان طماطم، الطماطم عاملة 5 جنيه بس عبوة. يعني انا كل ما اروح لحد يقولوا عبوة ب5، عبوة ب5، يعني مفيش حتى كيلو ونص. الى حد ما يعني سعرها بقى حلو شوية. وكمان جبت بتنجان اللي هو بتنجان الرومي دوت عشان بحب اعمل بابا غنوج كتير وكده، وكمان عايزة اعمل مسقعة. جبت الكيلو من البتنجان ب5 جنيه، فجبت 2 كيلو ب10. وكمان جبت البيض، كرتونة البيض اللي هي الابيض ديت عاملة 98. جبت نص كرتونة. جبت نص كرتونة. وكمان جبت بطاطس، البطاطس عاملة 6 جنيه. تمام. جبت كم كيلو؟ جبت يعني وزنه ب30. جبت 5 كيلو يعني ب30. تمام. وجبت كمان بصوا هي الخضار الى حد ما سعره حلو شوية. يعني بصوا الفلفل انا جبته، الفلفل اللي هو الرومي دوت جبته ب5. يعني انا اول مرة اجيبه ب5 من فترة كبيرة، فحلو جدا. يعني جبت منه كيلو، شكلت منه اللي هو الفلفل اللي هي الشطة والفلفل الرومي، شكلت يعني 2 على بعض كده كيلو ب5. والخيار كان عامل 10 جنيه، جبت نص ب5. يعني الخضار الى حد ما اسعاره حلوة شوية، مهودة شوية عن اللحوم وكده الى حد ما يعني. يعني ثابتة شوية عن اللحوم كل يوم في الطالع، كل يوم في الطالع. جبت فرخة بقى، الفرخة عاملة الكيلو، عامل كيلو الفراخ عامل 66. قبل الفراخ جبت موز ب10، جبت 2 كيلو ب20. والفراخ بقى كيلو عامل 66 جنيه. جبت فرخة قلتله طلعلي منها الصدر بانيه، والوركين بقى والاجنحة والكبدة والقوانص والحاجات ديت والقنصة عملتها لوحدها، والبانيه حطيته لوحده. اعمله بقى بانيه، اعمله بقى شاورما، اعمله بقى مكرونه بشاميل بالفراخ كده يعني زي ما انا عايزه. وجبت كمان اللبن. جبت كيلو ونص. الكيلو اللبن عندنا ب23، ده لبن بلدي. الكيلو عندنا ب23. تمام. انا بحب اجيب الفرخه زي ما بقول لكم واطلع منها الصدر بانيه، تنفعني يعني على كذا اكله وكده. وجبت كمان نص مفروم. بصوا انا قعدت ادور على المفروم في كذا حته، يعني في اللي يقول لي ما فيش، احنا لقيناه غالي ما جبناهوش. وفي اللي يقولوا ما فيش اصلا خالص، وفي بقى يعني اللي يقول لي غالي. رحت محل لقيت لي ب240، الكيلو عامل 240. غالي قوي بصراحه. وانا كنت لسه جايباه من كام، من اول امبارح مش عارفه ولا اول يعني من يومين كده كنت جايباه 230. غلي 10 جنيه مره واحده. رحت بقى لواحده كده انا عارفاها يعني سمعت عنها وكده، رحت لها لقيتها بتقولي ب220. قلت طب كويس يعني هو الى حد ما برضو حلو عن باقي الاسعار. فجبت نص كيلو مفروم، نص كيلو ب110. تمام. فانا المشتريات اللي انا جبتها ديت الى حد ما هتكفيني ان شاء الله الاسبوع. يعني جبت كذا حاجه هعمل منها، طلع منها كذا اكله. جبت الخضار بتاعي كله، جبت صنف فاكهه، جبت حاجات العشاء، البيض والجبنه والبطاطس برضو ممكن بنحمرها للعشاء وكده. جبت القوطه طبعا دي اساسي عندي. انا اصلا كنت جايبه مفرزه الطماطم
وجبت برضو دي للسلطة وكده. يعني عندي الى حد ما ان شاء الله يكفيني اسبوع، ولو في يعني حاجة تانية هجيبها وفي مشتريات تانية هجيبها ان شاء الله هوريها لكم. بس انا حبيت اشارك معاكم بالاسعار النهاردة ايه وكده، وربنا بقى يرحمنا من الاسعار دي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب كده لو عجبكم دوسوا لايك، وان شاء الله استنونا في فيديو جديد. مع السلامة.